السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. الفيديو ده يا بنات مهم جدا لكل ام بتسمعني. بصوا يا جماعه، انا جايبه لكم دكتور اطفال ممتاز جدا جدا، اسمه دكتور عماد. هقول لكم على كل التفاصيل في اخر الفيديو. انا والله من كتر ما انا حبيت شغله وحبيت ان هو بجد انسان محترم وان هو بيراعي ربنا في شغله. انا رحت كتير عند دكاتره اطفال. في دكاتره خلقها ضيق جدا، في دكاتره بتقول لك كلمتين وخلاص. الواد مثلا عنده كحه يبقى خلاص كده تديك حاجه للكحه، مش بتفصص العيل. لكن دكتور عماد بصراحه يا بنات بيفصص العيل جدا جدا، بيقيس لك وزنه، بيقيس لك طوله، بيقيس لك الحراره، بيكشف لك على كل حته فيه. عايزه اقول لك والله العظيم مش بيسيب اي حاجه في الطفل غير بيفصصه. حتى مكان الحفاضه كمان بيبص عليه، بيبص على كل حاجه بصراحه. حتى في الاستشاره برضو يا بنات بيعمل كل اللي بقول لكم عليه دون. الكشف بتاعه مش غالي خالص، كشفه حلو جدا على قدنا يعني، عشان في ارقام بقت فلكيه بسمعها دلوقتي للكشف بتاع الاطفال. والاستشاره بتاعته برضو بسعر رمزي جدا، ليك استشارتين في الميعاد اللي هو بيقول لك عليهم. تمام. وعايزه اقول لكم العلاج بتاعه حلو قوي. انا صبري ابني ما بيرتاحش غير على علاج اللي دكتور عماد بيكتبه له. رحت كتير عند دكاتره كتير والله، وكتبوا لي علاج كتير جدا وجبته، بس ما مرتاحش خالص. لما بروح عند الدكتور عماد بصراحه بيجيب لي الخلاصه، بيكتب لي العلاج اللي صبري بيرتاح عليه، بيتكلم معايا كويس، بعرف اتكلم معاه، بعرف اقول له كل حاجه. وكمان بيديك الرقم بتاعه الشخصي بتكلميه على الواتس. لو انت لو يعني انا صبري بيبقى فيه اي حاجه ببعت له، يا دكتور صبري فيه كذا كذا، بيقول لي هتعملي كذا وهتدي له كذا. مش بيزهق ابدا، كل ما ببعت له بصراحه بيرد عليا. والبنت اللي هناك محترمه جدا، بتكلميها تعرفي المواعيد بتاعته. انا يا بنات دلوقتي رايحه له بصبري عشان تعبان شويه، هجيب لكم كل التفاصيل بالظبط. هو اسمه دكتور عماد عبد الحليم. هو رئيس قسم الاطفال والحضانات في مستشفى النيل. مش عايزه اقول لكم ممتاز جدا ما شاء الله عليه، يعني ربنا يزيده. هو ليه عيادتين اللي انا اعرفهم بس. العياده اللي انا بروحها دي في عرابي عند بي تك كده، هقول لكم التفاصيل بالظبط. وليه عياده كمان هعرف بس مكانها واقول لكم التفاصيل. وهكتب لكم العنوان في صندوق الوصف، وهسيب لكم الارقام بتاعه العياده والارقام بتاعته برده. وروحوا يا جماعه والله العظيم عنده مش هتخسروا ابدا. احنا اهم حاجه عندنا صحه الاطفال، واهم حاجه اللي انت يعني الدكتور انت بتتكلمي معاه بتعرفي تتكلمي معاه، تقولي له يا دكتور حصل كذا وكذا وكذا. لكن في دكاتره كتير ملهاش خلق بصراحه، انا شفت كتير جدا. فانا تعاملي مع دكتور عماد بصراحه هو كويس جدا. فانا هقول لكم كل التفاصيل يا جماعه، وانتوا تابعوا معايا الفيديو للاخر. بصوا يا بنات، اهي شكل العمارة من بره. لو انت جاية مترو بتركبي المترو وتنزلي اخر محطة اللي هي محطة المؤسسة، بتاخدي توك توك من هناك، تقولي له وديني عند بيتك اللي هو في عرابي، او تتمشيها لو حابة. ماشي، ادي شكل العمارة اهي. هتخش العمارة، هو في الدور الخامس. بتسألي الناس اللي تحت لو سمحت دكتور عماد بتاع الاطفال في الدور الكام، بيقولولك في الدور الخامس. اهو انا طالعة بصبري، ادعوا له يا جماعة ربنا يشفيه ويخليهولي يا رب. تمام، هو في الدور الخامس. ماشي، هتروحي هتكشفي عنده. والله العظيم ارتحتي له هتكملي معاه، مرتحتيش براحتكم، بس انا بقول لكم هترتاحوا جدا جدا ليه والله. اهي دي اليافطه بتاعه العياده فوق اهي. العياده شكلها من بره، عشان هو ايه نظام طرقه كبيره، عشان ده مركز اطباء كبير، ده نظام طرقه كبيره وفي كل الايه العيادات. اهم يا بنات العناوين بتاعته. الفرع الاول اللي انا لسه قايلكم عليه في برج الاطباء ده، والفرع التاني في قلمه. اتمنى يا بنات ان الفيديو يكون عجبكم، وادعونا يا رب كده بالهدى، وان ربنا يشفي لي ابني ان شاء الله. وما تنسوش الاشتراك في القناه. سلام عليكم.